لو ده حصل هيبقى البروجكت بتاعك ليه لقيمه حقيقيه فيقدر ينجح ويكبر. في توبيك كبيره قوي اسمها ايديا فاليديشن. يعني ايه ايديا فاليديشن؟ ايديا فاليديشن ده لما يكون عندي فكره مشروع انا لازم اعمل شويه حاجات كده، الحاجات دي اسئله اجاوب عليها محطوطه في بلان. البلان دي غالبا ما بيبقى اسمها بزنس كانفا. البزنس كانفا دي لما اجاوب على الاسئله اللي موجوده فيها بيبقى البيزنس بتاعي فاليد. يعني انا عايز افتح محل كشري وبفكر افتح محل كشري ولا لا، انا بيبقى في شويه اسئله كتيره قوي زي هو مين البارتنرز، مين اللي هيعمل الكشري، مين الكاستمر بتوعي، هقابلهم فين، هكلمهم ازاي، هكسب منين، هشتري بكام، حاجات كتيره قوي كده هنشرحها مع بعض. انا عامل كورس ليها اسمه بزنس فاليديشن ايديا. لو عايزين الكورس ده بعمله شير معاكم ليتر اون. المفروض ان في حاجه من ضمن الحاجات دي اسمها فاليو بروبوزيشن. يعني ايه بقى فاليو بروبوزيشن؟ يعني قيمه حقيقيه للبروجكت بتاعي. وحرفيا فاليو بروبوزيشن عشان تبقى حاجه فاليد لازم تكون بتحل مشكله. يعني خلينا نقول مثال، لو اوبر كبروجكت ايه الفاليو بروبوزيشن بتاع اوبر؟ ان ما كانش فيه بديل للتاكسي. تاكسي 20 جنيه، تاكسي 30 جنيه، تاكسي لا ما بروحش الحته دي. فكان في مشكله، فلما جه ابلكيشن اوبر ده عمل ايه؟ حل المشكله. فبقى هنا في فاليو بروبوزيشن لاوبر. طب كريم يا جماعه لما جه كان عنده فاليو بروبوزيشن؟ ما كانش عنده، بس هو بروجكت طلع. البروجكت بتاعك او الفكره بتاعتك عشان تنجح لازم يبقى ليها فاليو بروبوزيشن قوي جدا. لازم يبقى في مشكله حقيقيه وكبيره وموجوده والابلكيشن او الفكره بتاعت البيزنس بتاعتك تخش تحلها. لو ده حصل هيبقى البروجكت بتاعك ليه لقيمه حقيقيه فيقدر ينجح ويكبر. لو ده مش موجود ده مش معناه ان البيزنس ممكن ما ينجحش، بس فرص النجاح وان هو يكبر اقل بكتير من ان يكون ليه قيمه. ان درايفر او اسمه ان درايفر ده كان عنده فاليو بروبوزيشن، ما هو نفسه اوبر لا، بس كان عنده اد اون. الاد اون ده اللي انا ممكن افاصل مع التاكسي، انا اقول لي 20 جنيه اقول لا انا عايز 15. فالابلكيشنز او المشاريع الجديده لو هي ما عندهاش فاليو بروبوزيشن فروم سكراتش ممكن يكون عندها اد اون، ممكن يبقى عندها حاجه زياده. يعني اللابتوب لما بييجوا يعملوا لابتوب جديد ده ما فيهوش فاليو بروبوزيشن لا، بس ممكن الفاليو تكون فيه ان السكرين تاتش، ان الكاميرا 13 ميجا بكسل، ان الموبايل بيلف ويتشقلب في الهواء، ان الساعه كمان فيها حاجه بتقيس ضربات القلب بتاعك. فكل الفيتشرز دي it could be value proposition وليها اسم تاني في الماركتينج اسمه USP. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.